هو ايه الصوت ده؟ هو ايه الصوت ده بجد؟ ما اعرفش. البسي الطرحه بسرعه يا جماعه نطلع نشوف. حاضر. هو في ايه يا جماعه؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. شمس، ما يلا يا بنت. حاضر والله، هو بكنس اهو. بنتي يا شمس، عملتي البيتزا؟ ايوه عملتها وحطيتها على الترابيزه اهو. جبتي الطلبات وحطيتيها في التلاجة؟ عملت كل حاجة والله. يلا انجزي. حاضر اهو، انجزي. ابوكي فاضله نص ساعة ويرجع من الشغل. حاضر اهو. انا خلاص ممكن اكل بقى؟ لا طبعا يا حبيبتي، لو اتبقى حاجة من الاكل بقي كليها. هو انت اللي بتعملي معايا كده من غير كلام؟ ادخلي اوضتك يلا واعملي نفسك نايم. حاضر. عارفه يا بنت، لو قلتي لابوكي على حاجه او قلتي لاي حد هعمل منك كفته. وانا مش بهزر ولا بهددك، انت عارفه كويس انا اقدر هعمل ايه. حاضر. بابا زمانه جاي، لازم اعمل نفسي نايم. حضرتي الاكل يا ياسمين؟ حضرته يا سيد. امال فين البت شمس؟ مش شايفها. البت شمس دي مغلباني، تفضل سهرانة لغاية الفجر، عمالة تلعب مش عارفة البلاي ستيشن ده، ماسكة موبايل مش بتسيبه من ايديها، وهي لغاية دلوقتي اهي لسه نايمة، وانا اللي طالع عيني عمالة انضف واعمل الاكل والف في البيت كله وهي نايمة، واجي اصحيها بتقولي انت مالكيش دعوة بيا ولا بأي حاجة في حياتي، وبتفضل تزعق فيا، وكل يوم على هذا الحال، وانا والله تعبت، انا مش بقدر اتكلم. وبعملها زي بنتي بالظبط، بس اللي بيحصل ده الصراحة بقى ما يتسكتش عليه. البنت دي انا وهي يا شمس دي، ازاي يعني تسيبك انتي تفضلي تعملي لي حاجات في البيت؟ هي المفروض اللي تعمل، وكمان تفضل سهرانة على الموبايل ده. ما ينفعش العبط ده، التخلف اللي بيحصل ده ما ينفعش، وما بقاش انا سيد الا لما وقفتها عند حدها. والنبي يا اخويا بوحة عليها، لحسن دي مهما كان بنت صغيرة لسه عندها 26 سنة. 26 سنة تنزل تشتغل، بدل ما هي قهفانة كده ومخلياني انا اللي اصرف عليها. ما همها ما عرفتش تربيها، انا بقى داخل اعلمها الادب. احسن البت دي فهساني، عشان قال ايه؟ ابوها كتب البيت ده كله باسمها، ومع انه بيفضل يزعق لها قدامي، ومع انه بيفضل يقول ما تربتش وتعبت امها، بس برضه بيحبها. لازم ايه؟ ابين كده ان البت صورتها وحشة قدام، عشان يكتب البيت باسمنا، عشان هو لما يموت انا اللي اخد كل حاجة. امال البت دي اللي تاخد كل حاجة؟ ما ينفعش طبعا، ومفيش اي ورثة تاني غير البت دي، هي الوريثة الوحيدة لابوها،
وهتاخد كل املاكه، وانا ما هرضاش بالكلام ده. انا هوريكي بقى يا بنتي اللي اسمك شمس. مش هخلي الشمس تطلع في حياتك. طالما انا عايشه يبقى هتشوفي ايام سودا مني. يا بنتي اللي اسمك شمس، شمس اصحي. في ايه يا بابا؟ مالك ماسك العصايه دي كده ليه؟ هكسرها فوق دماغك ان شاء الله. ليه؟ انا هعرفك بقى ازاي تخلي ياسمين هي اللي تعمل كل حاجات البيت، وحضرتك سهرانه لحد الفجر. انا ما عملتش حاجه والله. انا هوريكي. تعالى زقي معايا الباب يا باسم. خليكي انت جوه يا تقى. لا يا ماما انا عايزه اعرف فيه ايه. خليكي جوه يا حبيبتي وانا هقعد معاكي. انا خايفه قوي. ما تخافيش ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه. هو في يا جماعه؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل والله العظيم. ولا انا يا اسيل، احنا لازم نكسر الباب، مش هينفع كده. تميم كلم جنى بسرعه. طيب يا رب ترد بس. انجزي يا جنى. في تميم سوزي حصل لها حاجة؟ صحاني من النوم ليه؟ تعالي بسرعة، في مصيبة. في ايه؟ محتاجين اي ظابط معانا، وانت الوحيدة اللي موجودة. يلا. طيب انتوا فين؟ في نفس العمارة بتاعتنا، لو فاكرها الدور التاني. هتلاقي الباب مفتوح وتعالي بسرعة. طيب ماشي جاي. سلام. ساعدوني. ابعد عنها، انت ملكش حق تقرب لها. ايوه مهما حصل ملكش حق تضربها كده مهما عملت. هي البت عملت ايه يعني؟ احنا ساكتين من بدري على اللي بيحصل، بس اللي بيحصل ده ما ينفعش، وما ينفعش نسكت عليه. وانت بقى اللي جيت لقضاك. والله انا مالية دعوة بحاجة، ولا اعرف حاجة حتى. استاذ جمانة واستاذ اسيل، خدوا شمس وخرجوها من هنا بسرعة. طيب ماشي. يلا يا اسيل يلا. كنت بتقولي ايه بقى يا حاجة ياسمين؟ كنت بقول ان انا ماليش دعوة بحاجة. ماليش دعوة بأي حاجة. ده انت الحهباية اللي فيهم. سيبوني عليه. في ايه؟ هو مفيش راجل واقف هنا؟ لا والله، لو عليا فانا مش شايفة اي راجل واقف هنا غير تميم وباسم. لو متضايق رقم المطاف مش فاكره يا رايق، فك شوية انا عايزة اتفايق، معجون الاسنان مفيد للحلايق. لا بقى، ده انت شكلك عايزة اللي يفوقك. سلموا نفسكم، المكان كله محاصر. محتاجينك معانا يا استاذ اسلام. يعني لو حضرتك حابب انك تعمل محضر في الاسم. ايوه طبعا، انا مش هسكت على الموضوع ده. يبقى اتفضل معانا. حمزة ملوش داعي دلوقتي الكلام يا باسم، هبقى افهمك كل حاجة. انا جاية معاك يا ابني. مش هسيبك. ما ينفعش يا ماما، ومين هيقعد مع تقى؟ ما تشغلش بالك، تقى هتقعد معانا وده تفتحية. اذا كان كده يبقى يلا بينا. هو انا مش فاهمه ايه حكايه شمس دي، بس بجد صعبت عليا قوي. تعالي هحكيلك. لا انا عايزه اروح اشوف جمانة وشمس. ما هحكيلك واحنا في الطريق. يا ابني هو اصلا ايه الطريق في الموضوع؟ طب يلا بس يلا. ما تزعلش، ان شاء الله حياتك هتبان والله يا تميم، وباسم هياخد جزاء. يلا. والله انا مش زعلان يعني، عشان انا زعلانه على العشره اللي بينا.
يلا طب عشان نشوف شمس. يلا. والله مش عارف انا غلطت ولا ما غلطتش، بس انا فعلا الفترة دي مش عارف اسيطر على اعصابي. المشكلة ان دي عادتي من زمان قوي، ما بعرفش اسيطر على كلامي ولا على اي حاجة. لما بتعصب ما بشوفش قدامي، وده بيبقى سبب ان اخسر كتير جدا، واخسر اكتر ناس انا بحبهم، ومحدش مقدر ظروفي، محدش مقدر اللي انا مريت بيه وبمر بيه. محدش عارف حاجات كتير لسه الناس متعرفهاش، حتى أسيل وجمانة وتميم نفسهم محدش يعرف حاجات كتير مخبيها، ومحدش يعرف عنها حاجة، لأن لو حد عرف عنها حاجة فدي هتبقى نهاية كل حاجة، نهايتنا، واللوم كله هيبقى عليا. جمانة فكان الطيب الغلبان، وفاكرين دي ما هي المصيبة والشهية اللي في الموضوع. ما يعرفوش ان انا اللي ورا كل ده، ما يعرفوش ان انا اللي حاولت اقتلها، لان هي الوحيدة اللي عارفة ان انا اللي قتلت باباها ومامتها وعيلتها عموما. مش عارف اعمل ايه، مش عارف، انا تايه، مش عارف افكر في اي حاجة عشان ارجع املاكي. مش بترد يا ربي، اعمل ايه بقى؟ مش بترد يا ربي، اعمل ايه؟ هات موبايلك يا تميمة، اتصل، نسيت موبايلي، امسكي يا رب. جودي ترد بقى، انا زهقت يا رب، تردي يا جودي. خد يا تميم، ولما ترد الدهان. هو هات يا تميم، خد يا تميم. جوانا انتي بتعيطي ليه دلوقتي؟ انا مش فاهمة، محدش فيكوا حاسس باحساس البنت دي غيري، ان انا اللي مجربة الاحساس ده. يعني محدش فيكوا جرب ان باباكم يجي ويضربكم بدون اي سبب، بدون سبب، ماضي وراح له حاله. محتاجينك قوية يا جمانة. جمانة ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي، حتى عشان البيبي اللي في بطنك. فعلا انت ما بقيتيش مهتمة خالص. ردت هاتها بسرعة. في ايه في ايه عمالين تتصلوا زهقتوني. تعالي بسرعة، في مصيبة. ايه تاني؟ انا كل ما اشوف وشكوا يبقى في مصيبة. انجزي عشان خاطري بقى يا جودي. طب انتوا فين؟ في بيت باسم وجمانة. طيب ماشي، جاية. استني، هاتي معاكي الحاجات بتاعت الشغل وكده. ليه؟ ولا اقولك بلاش، تعالي وعلى مستشفى على طول. مين؟ تعالي بعربيتك عشان توصلني للمستشفى. والله انا ما عملت حاجة، انا مش فاهمة انتوا جايبيني هنا ليه؟ ده انتي الحيبة اللي فيهم، اسكتي بس. هات المفاتيح يا حسن. اتفضل يا باشا. ادي كده خلصنا منك. انما انت بقى لسه مرفوع عليك اكتر من 6 قواضي، نصب وغش واحتيال. حاجة يعني انا دكتورة في العيلة دي. نعم، في ايه؟ مين فيكو تعب؟ شمس مين؟ جودي اقسم بالله ما وقته اسئله، ادخلي وخلاص. اقسم بالله يا تايم، انا قلت لك ان احنا نص حياتنا بنقضيها في المستشفى، محدش صدقوني بقى. يلا بس. ها يا جماعه، شمس عامله ايه؟ مهتمين قوي انتوا يعني، يبقى نتكلم في البيت بس. طمنيني والنبي، البت شمس عامله ايه؟ والله ما اعرف مين شمس، بس هي عامله ايه؟
هو كان في آثار جروح كتير، واحنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نخفي آثار الجروح دي، لكن للأسف آثارها لسه موجودة وقوية. هتاخد شوية مسكنات، والحمد لله مفيش أي كسر أو أي حاجة، شوية أدوية بس لتخفيف الألم وكله هيبقى تمام. طب الحمد لله. أنا عايزة أعرف بس إيه اللي حصل، حد يفهمني إيه اللي حصل. موال طويل يا جودي، موال طويل. تميم، مالك زعلان كده ليه؟ في أي حاجة حصلت؟ بحكي لك بعدين يا همس. وفي إيه؟ كلكم هتحكوا بعدين، كلكم هتحكوا بعدين. يا بنتي احنا في مستشفى، هيحكوا ازاي بالعقل كده؟ بس انا عايزه اعرف حكايه شمس، وعايزه اعرف حكايتك يا تميم. ما تستعجلوش بقى. هو انت لسه موجود؟ حضرتكم تاني؟ هو أنا مش فاكرة أنت كان اسمك إيه، بس بص إحنا مقيمين في المستشفى. طيب على العموم احنا نقلناها أوضة عادية. هو انت كل ما هتخرج تقول هو احنا نقلناها أوضة عادية؟ يا ابني انت المسؤول عن الكلمة دي. طب على العموم احنا نقلناها غرفة رقم 27. يوه، هو كل ما أوضة جديدة كل شوية أفكر نفسي حفظت المستشفى، وتاني أساسا أنا لسه محفظتش غير كام أوضة بس. يلا على أوضة 27. بس بلاش كلكم تدخلوا، لأن صحتها النفسية مش أحسن حاجة. طيب ماشي، يلا مستنيين ايه؟ بنت يا هامس، فين أوضة 27 دي؟ تعالي يا طنط، أنا وهيك أنا حافظة المستشفى يا طب. مش كنت لسه بتقولي أنا ما حفظتش المستشفى؟ ما أنا حفظتها بقى، يلا. اتجمعنا تاني في المستشفى. هو انتوا ليه كلكم عمالين تقولوا اتجمعنا تاني في المستشفى، اتجمعنا تاني في المستشفى؟ ايه الحكاية؟ مع حضرتك مش فاهمة حاجة. ايه احنا تقريبا عايشين في المستشفى، ازاي ده؟ باختصار شديد يعني احنا كل شوية نبقى في المستشفى، كل شوية ندخل المستشفى، كل شوية حد يتعب، مش عارف ايه كده. ربنا معاكم يا رب. انا داخلها بقى، تعالى هنا. انت داخلها بصفتك مين؟ كوح دي ملهاش علاقة. لا مش رايح برضه، انا مش رايح يا سيدي. وبطلي بقى تتكلمي كده، على فكرة انا اخوكي كبير يعني. انا مش فاهمة بجد، بس مالك؟ انت اتغيرت قوي، وعمتك مع كل الناس اتغيرت. محدش فيكم فاهم حاجة، ولا حد هيفهم. انا فعلا مش فاهماك. انا بقيت حاسة ان انا عايشة مع واحد غامض. كل ما افتكر ان انا خلاص فهمتك، الاقي ان انت لسه وراك الغاز والغاز والغاز. يا عم هي اساسا ولا تعرف انت بتحبها ولا تعرف اي حاجة، تمام؟ فاهدى بقى. انا داخله لها، وانا داخله. سوزي انتي تعرفي ايه الحوار اصلا؟ لا، امال داخله ليه بقى؟ صح. طيب بس ما انا برضه عايزه ادخل يا ستي لما تفهمي. طب افهمي. ماشي انا هفهمك انتي وهمس. وانا احشوني معاكم تكسبوا فيا سواء. ايوه فهموني. لا حول ولا قوة الا بالله، مالكم اتجمعتوا حواليا كده ليه؟ فهمونا. ايه يا جمانة؟ في ايه يا جمانة؟ مش قلتي لسه هتفهمي؟ ايا كان هفهم او مش هفهم، البنت بجد صعبان عليا، مش لازم يعني افهم قصة حياتها. طيب انا هدخل لها، وانت يا اسلام خليك هنا، ماشي؟ حاضر يا ماما. جاي معاك يا طنط. يلا يا جمانة. في حاجة؟ لا بس يعني. مالك يا باسم متغير كده ليه؟ لا مفيش. لا هو شكلك زعلان ومتضايق، وكمان حاسس انت مش طايقنا، او في ايه يعني؟ هو احنا عملنا حاجة مثلا؟ هبقى اكلمكم في البيت، مش هينفع هنا.
طبعا إذنكم أنا. لا ملهاش دعوة يا إسلام. عموما هو موضوع كبير وما ينفعش في المستشفى. هو أنا فين؟ الحمد لله على سلامتك يا شمس. الله يسلمك. طب ثواني، هو حشو وجودي بس عشان أعرف ممكن تخرجي النهاردة ولا لأ. هو مين دي طنط زينب؟ دي يا ستي جمانة، جارتنا جديد، وعايزة أقولك طيبة جدا جدا جدا، وأنا متأكدة إن انتوا هتحبوا بعض جدا وهتبقوا صحاب. طيب ماشي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. في ايه يا جمال؟ في ايه؟ شكلك متوتر وشكلك تعبانة مش مطمنة. في ايه؟ كان اسمه ايه يا ربي؟ كان اسمه ايه؟ جمال انت مخبية عليا حاجة؟ انجزي، مخبية عليا ايه؟ تعرفي مسكن كان اسمه ايه يا ربي؟ افتكرت كان اسمه. ها عندك ولا لا؟ هو عندي وكل حاجة، بس هو انت ليه عايزاه؟ هبقى احكي لك بعدين يا جودي، بس هو عبس. طيب في ايه يا بنتي؟ بعدين يا جودي بعدين، هدي بسرعة. طيب اهو هو ده، بس في ايه بقى؟ ممكن كوباية مية او عصير؟ حاضر اتفضل. شكرا اوي. لا شكرا على واجب يا ستي. يا رب بس يعمل مفعول. في ايه بجد مش عارفة. لو قلتلك على حوار باسم وانه ضربني واني سامحته هتزعلي مني جامد وهتقولي لماما وماما هتتضايق مني، وانا مش عايزة اتعبكم الصحة وقلقكم عليا، وهتتضايقوا من باسم جامد كمان. ما تنجزي، بتفكري في ايه؟ اتخبطت كده خبطة جامدة يعني، وقعت على ايدي. بعد كده رحت للدكتور، فكتب لي على المسكن ده عشان لو دراعي وجعني او اي حاجة، وقال لي اجيله الاسبوع الجاي، وكتب لي على المسكن ده كمان. قلتي ايوه كتب لك على المسكن ده ليه؟ قال لي يعني عشان لو هو الصراحة المفروض كنت اخده هو علاج تاني تقريبا كان اسمه، ايوه هو كان اسمه كده. بس انا ما عرفتش اجيب الاتنين دول يعني عشان الظروف معانا وكده، مكنتش عايزة اتقل على باسم. مجنونة اقسم بالله، عبيطة. ليه يا ستي؟ هتقلي عليه في علاجك يعني؟ ده علاج وانتي محتاجة ده، معلش بقى. طيب هو المفروض كده فاضل قد ايه وتروحي له؟ يومين كمان وبعدين هيك الدكتور اصلا. يومين يعني الحوار ده حصل من 5 ايام. ايوه ما حكتليش اساسا، ما كانش في اي حد يعرف غير سوزي وتميم وباسم والحاجة زينب يعني واسلام واخته. يعني العمارة كلها من الاخر. لا مش كلها، هما بس دول. طيب ومين اسلام ده كمان؟ ومين الحاجة زينب؟ مين الناس دي؟ الجيران. بقيتوا صحاب يعني؟ ايوه